طيب لو انا مثلا قعدت على اساس ان انا هكسر وهج. السلام عليكم، تحياتي ليكم من امريكا. يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده وهنا ورمضان على الابواب، واتمنى الخير للناس كلها. حقيقي بحبكم من قلبي، وانا بشكر كل الناس اللي متابعاني على القناه والناس اللي بتدعمني طبعا بالشير واللايك والسبسكرايب. قبل بس ما نخش في الموضوع بتاع النهارده، عايز انوه ان انا فتحت قناه ليا موجوده على التيك توك. بتكلم فيها برضو عن الحياه هنا في امريكا شكلها ايه. اغلبيه الناس اللي متابعاني على التيك توك كلهم امريكان. انا نفسي كمان الناس اللي في مصر او الناس اللي متابعاني في الدول العربيه او الناس اللي على القناه بتاعتي يتابعوني كمان. انا هحط في الديسكرايب او اول كومنت هحط فيه التيك توك اكاونت، ويا ريت تدعموني كمان وتقفوا جنبي لحد ما نكبر بيكم والعيله تكبر والمعلومات تزيد، والناس اللي عايزه تسافر تسافر، والناس اللي عايزه تتعلم حاجات جديده هنا يتعلموها، وانا اتعلم منكم وانتوا تتعلموا مني. تعالى بقى نبدا الفيديو. في سؤال بيتكلم عن ازاي تسرع لم الشمل. ازاي انك انت لو انت عايش هنا في امريكا وعامل لم شمل لاخوك، لامك او ابوك، لاولادك او زوجتك. طبعا الكاتيجوري هنا بيختلف، يعني او عدد الانتظار السنين بيختلف. الفيزا من الدرجة الأولى بتبقى، أو لم الشمل من الدرجة الأولى بيبقى للزوجة والأولاد. الزوجة والأولاد بتبقى أسرع شوية. فأنا لو عندي مشكلة هنا في أمريكا وكأمريكاني يعني ومعايا الجنسية وعايز أجيب زوجتي وأولادي، إزاي أسرع الإجراءات؟ إزاي أخلي الإجراءات أسرع؟ طب خلينا الأول نوضح حاجة، إن التقديم على لم الشمل زوجة والأولاد ده له مرحلتين، او لم شمل بصفه عامه يعني كاهل او كده له مرحلتين. مرحله هنا وانت في امريكا هنا بتعبي فورم اسمها اي 130. الاي 130 ديت بتروح لليو اس سي اس هنا للهجره والجنسيه هنا، وبعدين بيحصل عليها ابروفد. الابروفد تقريبا بياخد له حوالي 6 شهور او اقل شويه على حسب، يعني هم حاليا في الوقت الحالي شغالين بسرعه اكتر شويه. وبعد ما يجي لهم عليها ابروف، مش ده معناه ان هم يجوا، لا، الورق بيتحول من هناك لحاجه اسمها الان في سي او الناشونال فيزا سنتر، مؤسسه ما بين اليو اس سي اي اس او الهجره والجنسيه داخل امريكا والسفاره في ايا كان بلدك ايه. فهي بتنسق الورق لما يجي لها ابروفد، فبتنسق الورق وتسال على الشروط، تسالك انت على الشروط اللي المفروض تتوافرها او الاوراق اللي تتوافر عليك انك تقدمها علشان تقدر تجيب زوجتك واولادك. واول ما الشروط دي بتنطبق والورق ده بيكمل عندهم، بيبعتوا الملف كامل للسفاره، والسفاره تقدر تعمل تحدد ميعاد الانترفيو. طيب ايه اللي حصل معايا؟ اللي حصل معايا ان انا قدمت الفورم بتاعتي في 2020، شهرين 3 كنت يعني الحمد لله مبسوط جدا ان جالي ابروف. بس كان الفتره دي فتره الكورونا، فكان في كل حاجه متاخره. جالها ابروفد، وبعدين راح منقول لي ورق رايحين الناشونال فيزا سنتر. فهناك الموضوع طول قوي، بعت لي الورق بتاعي كله، والموضوع طول زياده عن اللزوم، ومبقتش عارف اعمل ايه. اخر حاجه فكرت فيها ان انا الجا لحد يساعدني اعمل ايه، مش فاهم، مش عارف اعمل ايه. فانت كامريكاني تقدر تسرع الموضوع ده شويه. رحت انا لاجئ لمين؟ لجأت دخلت معايا في الموضوع الكونجرسمان، اللي هو عضو مجلس الشعب. عضو مجلس الشعب في المنطقه اللي انت ساكن فيها تقدر تتواصل معاه من خلال الويب سايت بتاع ال المنطقه اللي انت ساكن فيها يعني. اذا كان، او خش على الكونجرس ويب سايت وتقدر تحط الزيب كود بتاعك اللي هو اللي انت ساكن فيه، وتقدر تعرف الكونجرسمان اسمه ايه والمكتب بتاعه، وتبعت لهم رسائل او تكلمهم في التليفون وتقول لهم ظروفك ايه. بيسالوك على فورم كده تملاه، وتبعت لهم اي ورق يثبت باللي انت عايز تقوله. انا كان عندي مشكله في ان انا مشكله ايدي، كان زمان كان عندي مشكله في ايدي بتوجعني وكانت مهيئه ان اعمل فيها جراحه، يعني في معصم الايد، وكان جايب بيها، وكنت طبعا رحت بقى لدكاتره كتير وكنت عامل اشعه وكل حاجه بيها. فسالت الدكتور يعمل لي جواب. الدكتور عمل لي جواب ان انا محتاج رعايه في ايدي.
فلما كلمت الكونجرسمان شرحت لهم الظروف ان انا كامريكاني عايز حد يقف جنبي في الظروف اللي انا فيها. يعني مثلا لو زوجتك، لو انت واحده ست يعني عايزه تجيبي جوزك وتعبانه، او انت تعبان عايز تعمل عمليه او ايا كان من النوع ده، هم حريصين على ان هم يلموا الشمل بسرعه، او ده اللي يسرع الاجراءات. انك انت كامريكاني يكون عندك مشكله صحيه معينه يعني، او مشكله ماليه، فمحتاج اهلك في حاجه زي كده. وبعدين الناشونال فيزا سنتر لما جالهم على طول الورق اتحرك بسرعه، والاكسبedite اللي انا عامله اتقبل. وبعدين بعد ما اتقبل راح الورق، راح السفاره طبعا متصله بيا. لما اتصلوا بيا السفاره، هو انا كنت في الوقت ده كنت حاطط رقم تليفوني في الفايل، وكان المفروض يتصلوا بزوجتي، لكن اتصلوا بيا انا. اتصلوا بيا لان انا كنت فعلا في مصر في الوقت ده، او اتصلوا بزوجتي وانا اللي رديت على التليفون. ده اللي انا فاكره يعني، كان ده من فتره يعني. وكان ايام الكوفيد بقى، وانا مش قادر يعني، خلاص يعني قاعد في البيت بقى لي فتره طويله والشغل قليل ومفيش شغل هنا في امريكا. فنزلت اجازه مصر مع اول ما فتحوا الطيران، نزلت مصر، نزلت على طول. رحت قعدت في مصر فتره طويله حوالي 3 4 شهور. في الفتره ديت آم، اتصلوا علينا وقالوا لي حددين لك ميعاد الانترفيو يوم كذا بعد 15 يوم. اوكي مفيش مشكله، او محدد لهم ميعاد يعني بعد 15 يوم، مفيش مشكله. يوم والتاني لقيتهم بيكلموني تاني وقالوا لي احنا الموظفه كانت مصريه، فبتقول لي احنا اجلنا الميعاد ده لشهر كمان. فقلت لها للاسف مش هينفع الكلام ده، انا عامل اكسبedite للكيس بتاعتي من خلال الكونجرسمان اللي انا بتاعي في امريكا، وعنده ظروف صحيه معينه، عشان كده عامل اكسبedite. فقدرت تستوعب الموضوع في حاجه ايرجنت، فقالت لي خليك معايا. رجعت للقنصل او رجعت للسفير ايا كان، وقالت لي خلاص الميعاد بتاعك على اهو. رحت على السفاره، وقفت معاهم، ما كانش مسموح لي ان انا اخش. زوجتي واولادي دخلوا، حصل انترفيو معاهم وخرجوا، بس طبعا اليوم كله خدوه كله في الانترفيو. طبعا الانترفيوهات كلها تقريبا بتبقى واحده، انت مسافر ليه؟ طبعا ما عدا لم الشمل. لم الشمل انت كده كده مسافر. لكن لو انت او انت مسافره امريكا وداخله السفاره، الاسئله تقريبا بتبقى واحده، وكلها من الدي اس اللي انت مليتها قبل كده عشان تخش بقى السفاره، او اللي هو الابلكيشن. فاسمك ايه، اهلك ايه، رايح فين، جاي منين، هتشتغل بكام، هتعمل بايه، هتسوي ايه، مسافر سياحه، طب معاك فلوس قد ايه، معاك فلوس في البنك، هتقدر تكفي الاكسبنسز بتاعتك في امريكا، هتقدر تشتري كام، تشتري هدايا، نازله عند مين، في اوتيل ولا لا، عندك تذكره طيران ذهاب وعوده لو طبعا سياحه. حاجات كتير جدا جدا بتتسال فيها بالشكل ده، فلازم يكون عندك تجهيزات ليها. يعني لما تجاوب على سؤال، تجاوب على سؤال بورق. انت متجوز؟ معايا قسم الجواز، ده زوجتي، وعلى الصوره طبعا عندنا في مصر قسيمه الزواج عليها الصورتين. انت عندك اولاد، ودي صور اولادي وصور اولاد عائليه بتلعب معاهم او كده، يكون يعني متيح ان فعلا حقيقي، وشهادات ميلادهم كمان. الاتش ار ليتر برضو مهم جدا، البانك ستيتمنت، فيزا، عندك عربيه، الكلام ده كله مهم جدا انك انت تهيأ له انك انت مسافر وراجع تاني. دي حياتي اصلا هنا، انا مسافر بس استثنائي لظروف ما، ايا كان بقى اتفسح او ايا كان، يعني راح اعمل ايه، او راح اعمل راح مؤتمر او حاجه وهخلص المؤتمر ده وراجع تاني. الطرق اللي بتجاوب فيها على اسئله. ودخلوا السفاره وخرجوا من السفاره والحمد لله خدوا التاشيره ونزلوا على امريكا. ممكن في فيديو تاني نتكلم فيه ايه اللي حصل معاهم، وايه التطورات اللي حصلت، مراحل التطورات اللي حصلت معاهم في امريكا من اول ما جم. اتعلموا ازاي انجليزي، ازاي دخلوا المدارس، ازاي. طبعا انا عامل فيديوهات كتير عن دخول المدارس، لكن ازاي هم انفعالاتهم، ازاي قدروا يتصرفوا مع المشاكل اللي حصلت معاهم يعني. ففيديوهات كتير نتكلم فيها عن حاجات زي كده. السؤال تاني بيقول لك، هو هل فيزة الخطوبة أفضل ولا لم شمل من خلال زوجة أفضل؟ يعني مثلا لو أنا خاطب في مصر وأقدم لها على كي 1 ودي اسمها فيزة خطوبة، ولا أفضل إن أتجوزها وأجيبها على أساس إن هي زوجتي لم شمل؟ عايز أوضح حاجة. الفرق في الفيستين ديت الاتنين تقريبا يعني في نفس الوقت التوقيتي تقريبا، مش هيبقى قوي يعني، مش هيبقى بعيد قوي عن بعض. لكن في مشكلة عندك انت هنا، او ممكن ينتج عنها مشكلة. لو انت هي جاية من مصر او جاية من اي دولة وهتبقى وهي خطيبتك، وراحت السفارة ولأي ظروف ما في السفارة ما فهموا غلط او ما استوعبوش، ولا لا احنا اسفين جدا، مش هنقدر نديك الفيزا الخطوبة دي، يعني مش هتقدر تسافر امريكا، انت هتعمل ايه؟
فهتضطر تنزل وتتجوز وبعدين تروح السفاره فتقول لهم فهتبدا من الاول. فانا من وجهه نظري تبدا من الاول وخلاص. غير بالاضافه لو الجواز حقيقي والدنيا تمام مفيش اي مشكله خالص فيها، ايه اللي يخليهم يمنعوا ان هم يجيبوا زوجتك؟ بالتالي يعني اول حاجه هيعملوها ان هم يجيبوا زوجتك واولادك ويوافقوا عليهم تحت اي شروط يعني مش هيمنعوا الزوجه واولادها عن زوجها. فالموضوع ده لازم تبقى فاهمه كويس قوي. لكن الخطوبه لا ده مجرد خطوبه. وكمان لما تتخطب هنا في بلد تانية وعايزه صور وعايزه ورق خطوبه، يعني اجيب ورق خطوبه منين؟ صعب الاثباتات قوي في موضوع الخطوبه ده، زي مثال الزواج يعني. وكمان لما تيجي امريكا لازم تتجوز في خلال فتره معينه. فالموضوع مش كده يعني. الموضوع يبقى زواج من وجهة نظري افضل. انا متجوز في بلدي وعايز اجيب مراتي، ومعاك ما يثبت بكده معايا صوري وحياتي وورقي وشهاداتي ومع بعض، وفي حاجات بتجمعنا مع بعض فيها. فبالتالي ما عندهمش حاجه يرفضوها. فانا بتهيألي كده لم الشمل من خلال زوجة افضل بكتير قوي من الخطوبة. يعني الخطوبة الموضوع فيه ريسك شوية، لكن وارد، كل شيء وارد. تفتكر انا ممكن اوكل محامي يعمل لي لم شمل ولا اعمل ورق بنفسي؟ بص، هو اللي جاب على السؤال ده يعني صراحة هو مهم جدا انك تعمل كل حاجة بايدك. اتعلم، انت مش صغير، انت دماغ كبيره. اتعلم يا عم، اتعلم وفتح مخك. شوف اليوتيوب. انا عمري في حياتي ما فكرت ان انا اوكل محامي. انا مره واحده بس وكلت فيها، مش وكلت محامي. والناس من اللي بيبقى فيه هنا في امريكا ممكن محامي او واحد متمارس يعمل ورق عادي، يعني اي واحد ممكن يعمل ورق عادي. وده باخد فلوس وبياخد فلوس، بس المحامي طبعا بياخد فلوس اكتر. اللي انا عايز اقول لك عليه ان انا عملت تقريبا كل ورقي بنفسي. المره الوحيده اول مره خالص لما جيت كنت لسه يعني الانجليش ضعيف جدا ومش فاهم قوي الدنيا ماشيه ازاي. فلجأت لحد يساعدني، خد $500. بعدين عملت كل حاجه بنفسي. تعمل سيرش عليها، تخش على اليوتيوب، تتعلم، تسأل ناس. امال احنا بنعمل الفيديوهات دي ليه؟ الفيديوهات دي عشان تتعلم منها. لو دورت شويه في الفيديوهات القديمه هتلاقي ان انا اعمل فيديوهات ازاي بتملى الدي اس، ازاي بتقدم على الهجره العشوائيه. ففي حاجات كتير قوي لازم تتعلمها على نفسك. مش شرط كل حاجه تجري على محامي طبعا. ما بعممش ده، لان محامين ممكن يكون في قضيه لجوء، وقضيه اللجوء هنا في امريكا محتاجه ورق كتير واثباتات وناس بتفهم في القوانين اكتر منك وفيها مرافعات او فيها كلام وفيها توجيهات وفيها حاجات كده. الاميجريشن هم بيبقوا قاصدين ان هم يوقعوك فيها. هم بيبقوا قاصدين ان هم ما يسالكش، ما يقولكش على الصح فين. المحامي الوحيد اللي يقولك على الصح فين. مره واحده لما جيت امريكا اول مره خالص في 2010، وكنت جاي فيزا. وبعدين رحت الاميجريشن بنفسي مع نفسي وقلت لهم ان انا عايز اقعد في البلد بس مش عارف اقعد ازاي. قالوا لي روح لمحامي. فهم مش هيقولوا لك تقعد في البلد ازاي، ومش هيقولوا لك تعمل ايه. حتى لو كانت ايام الثوره الكلام ده وكانت في ظروف معينه، عايز اقعد هنا وكده واجيب اولادي وزوجتي اللي كان مش عارف اقعد ازاي. قالوا روح للمحامي، روح لمحامي، المحامي اللي هيساعدك. غير كده ما حدش قال لي حاجه. ومشيت من هناك بعد ما سافرت ما بين ولايه وولايه. فكان الموضوع بالنسبه لي صعب. هي دي الفكره. اتعلم انك تعمل حاجه بنفسك، ما تحتاجش المحامي. المحامي مش هياخد منك اقل حاجه. محامي ممكن ياخد $3000 في اقل حاجه. وانت عارف الفورم هي تبقى عباره عن ايه؟ الفورمولا بتاعت لم الشمل دي او حتى الدي اس 160 عباره عن اسئله. ياخد اسمك ايه يا عم الحاج؟ اسمي فلان الفلاني. بيكتب. ممكن كوبي من شهاده الميلاد، دي كوبي شهاده الميلاد. يحط ده كله مع بعضه ويبعت. هي دي الفورم. دي فورم بتملاها زي ما بتروح عياده ويديك فورم بتكتب اسمك وعنوانك وتاريخ ميلادك وكذا وكذا وطولك وعرضك واي امراض عندك قبل كده او اي حاجه كانت يعني بتمر يعني حاله صحيه عندك يعني. فهي نفس الفكره. معلومات عنك انت وتبعتها السفاره ابلكيشن عنك. فده يعني اسهل حاجه ممكن تعملها. في سؤال بقى مهم جدا. هل انت لو انت جاي امريكا سياحه ينفع تتجوز وتقعد هنا في امريكا وتستوطن؟ انت عارف ان انت لما بتخش امريكا سائح
اول ما حتى لو معاك فيزا بخمس سنين او 10 سنين، مش ده معناه انك تقعد 10 سنين في امريكا. ما حدش يضحك عليك. امريكا تقعد في امريكا شهر ولا شهرين بالكتير قوي وتسافر، ومصرح لك انك تيجي تاني في خلال الخمس سنين دي او العشر سنين دي اللي هي على الفيزا، من غير ما تروح السفاره. هي دي الفكره ما بين ما بين تاشيره بست شهور من السفاره او فيزا سياحه ب 15 شهر ب 10 سنين. فالفكره مش انك تقعد ال 10 سنين او الخمس سنين او حتى الست شهور. انت لو قعدت في امريكا ست شهور متواصلين انت واخد فيزا بست شهور، ما ينفعش تقعد ست شهور، لان مفيش مكان يعني مش هتقدر تقنع الضابط لما تيجي تخش تاني امريكا في المره اللي بعدها تقول له اصل انا قعدت المره اللي فاتت ست شهور. ده مش صح، مش صح، لانه مش هيصدق ان انت جاي المره التانيه دي عشان سائح تاني يعني. ف وبعدين كمان ما بين الزياره الاولى والزياره التانيه، خلينا بس نتكلم في اجابه السؤال. لو انا جاي سائح ودخلت السفاره وخدت التاشيره وجاي سياحه لمده ست شهور، خدت تاشيره بخمس سنين وداخل امريكا، اول ما بخش على ضابط الجوازات بيقول لي هتخش فين وتروح فين، الاجوبه اللي جاوبتها وانت في السفاره بتجاوبها عند الضابط بتاع الاميجريشن وانت داخل، اللي هدي لك الختم على الجواب على الباسبور. يسالك هتنزل فين، تنزل عند مين، معاك فندق، حجز فندق، تذاكر طيران ذهاب وعوده، اي بيانات عنك. ولو جاوبت اجابات غير اللي كانت في السفاره بتبقى موجوده قدامه، لان بيبقى كونكشن. فاللي جاوبت عليه لازم تجاوب عليه بالظبط، هو اللي هتجاوب عليه، اللي جاوبته في السفاره لازم تجاوب عليه هو قدام الظابط، ظابط الجوازات. المهم بتدخل البلد وتستقر في البلد، سائح بقى بيلف وبيستمتع وبيتفسح ويشوف اصحاب يشوف قرايب، نازل عند قريبك. حظك الحلو لقيت واحده وبنت حلال وعايز تتجوزها، او العكس. هل ممكن انك انت تتجوزها وتقعد في امريكا؟ اه ممكن تتجوزها وتقعد في امريكا. طيب لو انا مثلا قعدت على اساس ان انا هكسر وهتجوز واقعد في امريكا، لو انت كسرت سنه اتنين تلاته اربعه خمسه بعد فيزا السياحه وبعدين اتجوزت ورحت الاميجريشن، ينفع ان انا اقعد؟ ايوه ينفع انك تقعد. طب والفتره اللي فاتت دي كلها يقول لي عليها حاجه؟ لا مش هيقول لك عليها حاجه ولا هيسالوك فيها اصلا. اهم حاجه تكون بتدفع الضرايب لو بتشتغل او بتعمل فلوس. المهم انك انت طبعا المفروض ان انت ما بتشتغلش فتره السياحه دي لانك انت ما عندكش سوشيال سيكيورتي، بس انت المفروض لو انت كسرت فيزا السياحه شهر شهرين ثلاثه اربعه خمسه ايا كان اتجوزت في المرحله ديت، فبتعمل حاجه تشينج اوف ستاتس، التغيير الحاله بتاعتك او تشينج اوف ستاتس بتاعتك دي بتعفيك من الفتره اللي فاتت. اهم حاجه تكون دخلت البلد بشكل قانوني اللي هو فيزا السياحه، وده طبعا بترفقها مع الورق والفورم اللي تعمل فيها تغيير الحاله بتاعتك من سياحه ل بيرمنت ريزيدنت او جرين كارد. وبعدها بتعبي الفورم بتاعتك كلها وبتبعتها للاميجريشن، بيتوافق عليها، بيجي لك تصريح العمل اللي هو السوشيال سيكيورتي يعني، وورك اوثرايزيشن اللي هو تصريح العمل بتاعك، وتقدر وتيجي لك وتمشي بيهم بشكل مؤقت لحد ما يجي لك ميعاد الانترفيو. بتروح الانترفيو انت وزوجتك وتقدر تثبت ان الجواز ده جواز حقيقي محترم، ما فيش فيه مشاكل، ما فيش فيه اي حاجه، مش عشان جرين كارد، مش عشان حاجه. وطبعا في فيديوهات كتير قوي ممكن نتكلم فيها ايه هي الاثباتات اللي ممكن تثبت بيها ان الجواز ده جواز حقيقي، وايه هي الحاجات التريكات اللي ممكن تتسال فيها في الانترفيو لو الضابط عايز يوقعك في مشكله. فخد بالك انك انت لو رايح انترفيو، الضابط اللي معاك انترفيو ده مش صاحبك ولا حبيبك ولا اي حاجه خالص، ده هو ضدك، هو من الحكومه، فبيسالك اسئله ضد اللي انت رايح ليها. يعني لما يقول لك انتوا اتجوزت من امتى، وبعدين يسالك سؤال كده مكار شويه، هي عندها اولاد ولا ما عندهاش، هي بتحب ايه ولا ما بتحبش ايه، انتوا اتقابلتوا ازاي، مين اللي قابل مين، مين اللي كلم مين، مين اللي عرض على مين الجواز، الاسئله ديت. فممكن نتكلم فيها فيديوهات كبيره قوي او منفصله يعني لانها تاخد حلقه كبيره. لكن ينفع تتجوز، ينفع تغير الحاله بتاعتك من سياحه لاقامه شامله في امريكا. ممكن بعد كده تاخد الاقامه الدايمه ديت لمده سنتين وبعدين تغيرها لمده 10 سنين وبعدين تاخد السيتيزن شيب وتستقر وتقعد في البلد ويبقى عندك اسره كبيره وحياتك تستقر. فما فيش اي مشكله خالص في انك انت تتجوز من امريكيه. لكن اهم حاجه
انك تكون النية، والنية دي يعلمها الله، ان تكون انت جاي بنية واضحة وصريحة انك انت جاي سياحة، وحصل انك انت حبيت حد، او حصل انك انت في علاقة بينك وبين حد، او حصل ان انت اتعرفت على حد ومن خلاله مقدر تتجوز وتعيش في البلد دي. انا اتمنى الفيديو يكون عجب الناس، واتمنى ان الناس تكون متابعاني وتساعدني ان احنا نكبر مع بعض القناة، وان احنا ندعم بعض اكتر. لو الفيديو عجبك اعمل شير ولايك وسبسكرايب وشير مع اصحابك، واكتب لي كومنت لو في اي اسئلة لها علاقة بالفيديو ده. انا ما عنديش مانع ان انا اجاوب عليها تفصيليا. ولو في اي حد محتاج مني دعم معنوي في لما يجي هنا امريكا، محتاج يتواصل معايا، اكتب لي برضه في كومنت، وان شاء الله الخير للجميع. نتمنى لك الخير وتمنى لي الخير. تحياتي ليكم من امريكا، السلام عليكم.